وكذلك الشوكولاته برضو والجيلي عملنا له جيلي حضرتك صحي كده ان هو احنا ايه ممكن ناكله تمام. الجيلي ده حلو قوي والعسل. لا صدق الاطفال بيحبوا الجيلي هات شوكولاته هات شوكولاته. كان الاول لما تيجي تاخد كميه عسل تحللها باي معمل دايما ممكن تلاقي فيه نسب من المتبقيات، ممكن تلاقي فيه حاجات زي كده. انما احنا دلوقتي اصبحنا بنحافظ جدا على نوعيه العسل وعلى جوده العسل وعلى الحاجات دي، عشان احنا بنبص للصادرات مش بنبص للسوق المحلي بس. تاني حاجه احنا من خلال الافتتاحات خلال الفتحيات حجم الانتاج بتاعنا ارتفع 3 مرات خلال الفتره اللي فاتت دي. يعني المهرجانات السنين اللي فاتت واضح جدا دوركم وجهدكم، وواضح التطوير اللي تم بفضل جهود الاتحاد والجمعيات جمعيه مربى النحل بالغربيه. هو حضرتك عدينا عليه. لا فيه معامل تحليل داخل كل شركه. دي بقى نوع من العسل داخله صناعه، ده اسمه عسل كريمي، بيدخل في جهاز معين يفضل العسل ده يبقى. تعرف فكره الزبادي لما تحط عليه عسل بادئ، يعني بادئ وتفضل تحطوه فتره تحضير وبعدين فتره تجميد وفتره مش عارف. المهم في النهايه يطلع حاجه اسمها عسل كريمي. ده موجود في اوروبا ومنتشر في المحلات في اوروبا بطريقه يعني شنيعه. هي ثقافه الاستهلاك. ثقافه منتجات حضرتك احنا طيب تجريب عشان تعظيم العائد من منتجات النحل حضرتك ده. زي الحاجات اللي الصابون وزي ده. ده صابون بالعسل. الحاجات اتفضل يا دكتور هبه. بالعسل. هعمل معانا. الله يبارك. ماشي. عشان المنتجات تبقى والبربوليس فين؟ بس كتاب بس. بس احنا عندنا قصه كده. يعني مش اسم بس. يعني انتوا بتصنعوها على نطاق بحثي ولا الاثنين؟ عشان كده انا بعرف اصنع الصابون. ما جاوبتيش على السؤال. انا بقول لك بتعملوها دلوقتي على نطاق بحثي ولا لسه ما بداتوش فيها في التسويق؟ مجرد تجريب كده الناس تجرب. يعني لسه ما فيش كميات. هو ده بيحط المعادن. حاضر يا فندم. اوامر. مسكوت هات صابونه. وكل ما الناس بتلاقي فعلا منتج كل بس يكون الايفكت بتاعه كويس. لا لمعاد الدكتور نصر. ماشي يا فندم ماشي. دي العبوه اللي احنا بنتكلم عليها عايزينها. ايوه. انما اللي موجوده عندنا في مصر دي مستورده. دي مستورده خفيفه ومختلفه. هو ده اللي انا بحاول. احنا ما نجحناش في النقطه دي، بس نقدر ننجح. ليه؟ لان الزبون لما بيشوفها بالوضع ده وبتعمل اشكال جوه بتنفذ هي كل شيء. يعني انا بحاول حتى مع يا واحده يا شباب، يا واحده يا شباب. استاذ اشرف منحل. عارف اشرف منحل وخد فرصه كبيره مع محمود عارف عمر كمان. ازيك يا عمر؟ سلم على الدكاتره. انا عايز ادور في الصف. المهم احنا عندنا جديد السنه دي ايه؟ الجديد يا حاج فتحي ان انا هذا الشمر هذه الطريقه هذا الصمت صدري ب3 درجات من 3 مناطق مختلفه. تمام. ليه؟ دي 3 مناطق مختلفه حاج فتحي عشان ابين للزبون ان الصدر مش واحد، يختلف على حسب المنطقه والمرعى والتربه والشجر اللي بيختلفوا كذا. والمورينجا عندكم بتشتغلوها ازاي؟ المورينجا حاج فتحي طبعا عندنا في كذا مزرعه، يعني في ناس من السعوديه وناس من الكويت عندنا بيستثمروا. الصمت ده بيظهر مع حاجه معينه؟ بيجي وقت التزهير بتاع الصمت او السمره. ايه اللي معاه؟ اللي معاه بيبقى فيه ذره وبيجي معاه في الصدر ده السمره. بس انا عايز اقول لك ان الصمت ده في ناس كانت بتبيعه على انه صدر. ايوه. ما انا بص يا دكتور، في كذا مشكله عندنا احنا في الصعيد
وبجهود الحاج فتحي ان انا هيك فيها في عسل ضواني كانت الناس لا لا لا، انا بسط لك الصوره. انا عارف ليه بقى؟ كانش في توعيه الاول سهله. ووقت احنا النهارده لا وقت الصدر كان بيظهر فعلا معاه فبيقولوا عسل صدر، لكن دلوقتي النحال بقى عنده وعي فيفرد الصمت لوحده. هي زي دي يا دكتور، زي دي يا دكتور بسميها انا عسل الدعشان. ليه مسميها عسل الدعشان؟ اللي هي قبل الصدر، والصمت دي بنفرزوه قبل الصدر عشان يطلع عندي الدرجات دي. خلاص بقى الناس بقى في توعيه ما برضه معانا الحاج فتحي. بالتوفيق بالتوفيق يا استاذ اشرف، بالتوفيق لصاحب مصر. اتفضل دكتور. وزير عباده. أنا اسمي يحيى محمد عبد الغني وابني المستشار محمد عبد الغني رئيس مجلس الدولة الأصلي. عندكم صابون بالعسل؟ والله الحاجات دي كلها بس الحاجات دي كلها بتاعت بس فيها عسل. ايوه هو ده اللي احنا عايزينه. يلا بالتوفيق. بنحاول نحط هذه الفاليو ان شاء الله. بالتوفيق. شكرا. اتفضلوا يا جماعه. اتفضلوا يا جماعه.